في العلاقات بين الراجل والست مهما كانت مشاكلهم بتبان كبيرة ومكلكعة، إلا إن الحكاية كلها بتكون بسيطة، محتاجة بس حبة صمت، هدوء، تفكير بالراحة علشان نقدر نجيب الزتونة. دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامل، محطة على المحطة. شعب المترو العظيم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتسمع فيه الحلقة دي. أنا تيسير سعد وانتوا بتسمعوا برنامج دي زتونة. الحلقة النهاردة عن الغيرة اللي أوقات كتير بتتقلب لشك، ودي بقى الكارثة. بمعنى إنه الغيرة إحساس حلو قوي ومن غيرها ما بيكملش الحب، بس زيها زي أي حاجة في الدنيا لما بتزيد عن حدها بتتقلب للعكس، وممكن يحصل طلاق، وطلاق سريع كمان. في فرق بين إني أركز مع جوزي في كل كلمة، حركة، نظرة، سلام، ضحكة، كل حاجة والدنيا كلها تلاحظ وتنتقدني، وبين إني أغير عليه بطريقة حلوة تخليه يعني يتعلق بيا أكتر. بصي، هو عمر الغيرة ما كانت قلة ثقة سواء للراجل أو للست. القصة مش إننا بنغير من مين، القصة مش إننا بنغير من مين، القصة في إننا بنغير على مين، والفرق هنا كبير جدا للحقيقة. انت عارفة انه ممكن واحدة تكون وحشة ومبهدلة كده في نفسها ومش لطيفة ولا حتى جوزك واخد باله منها، بس من كتر الزن وغيرتك منها والرغي عنها عمال على بطال يبتدي فعلا يفكر فيها. وده حصل كتير وبيحصل. في رجالة كتير بتعمل قرارات كتير تضايق من منطلق الغيرة دي، أو بالأصح الغيرة اللي هي دليل الحب بتتحول لشماعة، فقط مجرد شماعة يتعلق عليها حاجات كتير زي تحكماته الفاضية مثلا، أو يتعلق عليها نكدها الدائم، وانتوا طبعا عارفين. سيبي جوزك بدايرة علاقاته مع صحاب الشغل أو الصحاب القدام يتحرك فيها براحته من غير ما تخنيه بأسئلة واستفسارات مرهقة، يعني عن شياكته الزايدة الغير معتادة، أو مين اشترى له برفيوم الجديد ده هدية. حاولي ما تبقيش ضغط، وسيبيله مساحة للحركة وللنفس. اعرفي ان محدش بيحب حد بالعافية، ومحدش بيضرب حد على ايده علشان يمشي معاه في طريق. لو جوزك عجبته وردة غير الوردة المزروعة في جنينة بيتكو، ما تلوميش الوردة علشان حلوة، وما تقلليش من نفسك وتروحي تقطعي كل الورد. الحكاية كلها في جوزك، وهي دي زتونة. كانت معاكم تيسير سعد في برنامج دي زتونة على راديو كامل، محطة على المحطة. كنتم مع دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.